البيت مش الزوج. مهما الزوج اشترى وعمل وخلى، عمره ابدا ما هيقدر يعمل لمسه الرفاهيه اللي بتعملها الزوجه ببساطه شديده، بما خلقها الله عز وجل او بما اداها لها من مواهب طبيعيه فيها انها تعمل الحياه فيها نوع من انواع الرفاهيه. خلي بالك، زي ما انا مؤمن دايما وبقول، وده كلام الناس كلها بتقوله، انه الراجل قادر على ان هو يعمل يعني سكن، يعمل بيت، لكن ما يقدرش يعمل سكن. ممكن نعمل منزل، انا ممكن ابني دار او منزل او شقه، بس ما اقدرش اعمله سكن. اللي يخليه سكن هو الزوجه. فتنشئه، تعليم، رفاهيه، ده مسؤوليه الزوجه. اخر حاجه هم الاولاد، ودول عندهم في المظله بتاعتهم حاجتين اتنين، ومش محتاجين منهم في مسؤولياتهم غير حاجتين. لو في اولاد بيسمعوني او اطفال بيسمعوني، فانا عايز منكم يا حلوين حاجتين اتنين بس. رقم واحد، طاعه الوالدين، والطاعه دي هي معناها الفولوينج، انك انت تتبعهم، انك انت تعمل اللي هم